فرنسي. منتخب فرنسي علاش قلت لك انا ما هو جيل ذهبي، منتخب متوسط حسب رايي. اللي عملوا الفرق جريزمان بيات في بدايه الدوره وجريزمان في نهايه الدوره مع بول بوجبا، هذه اللي تحدث الفرق. هذم المنتخبات اللي تحدث الفرق. انا في رايي ان منتخب فرنسا واللعيبه اللي عنده لو كانوا فازوا بالبطوله دي كانوا ساعتها هي دي الخطوه اللي هتخليهم لعيبه كبار. ممكن بعدين يعني مش يطلعوا الليفل الاخر، يمشيوا الستاندينج ثاني زي بالظبط يا كابتن، زي 98 يعني هم في المرحله دلوقتي انا واقف ان هم لو فازوا بالبطوله خلاص هيبقوا نجوم كبار. لكن هو يحتاج كثير من العمل يعني. إفرا وسانيا خلص الاثنين خلص، يعني يحتاج أظهر على مستوى عالي جدا. يعني عندهم السرعة، عندهم المشاركة الهجومية. هو أكيد منتخب 98 كان متكامل بشكل أكبر، يعني ترام ولزرازو وإيمانويل بيتي أنت قلت حاجة مهمة من الأول. قبل البطولة 98 ما كانش مرشح، فريق ولد وقت البطولة، فريق ولد أصبح منتخب كبير بعد البطولة. برافو عليك. لأنه لم يتأهل في 94. ذهب جينولا، ذهب كونتونا، ذهب بالكينج، ذهب من أحسن اللاعبين اللي موجودين كانوا في الدوري الإنجليزي وموجودين في المنتخب.